الالتزام بتطوير العملية التعليمية تتجسد صورته اليوم من خلال هذه المؤسسات التربوية الجديدة التي دخلت حيز الخدمة بقسنطينة، والتي ستسمح بتوفير ظروف ملائمة ومريحة لتمدرس التلاميذ خصوصا القاطنين في الأقطاب السكنية الجديدة. هذا اللي يكون على بالك حالينا ازمه اللي جا عندنا ابتدائيه قاسمينها مديرينها متوسطه، درك كي زادوا داروا لنا المتوسطه هذه سما نحاو ازمه مع زيد السكان الجداد هذو اللي زادين جايين ومنا وكذا، سما تنحي ازمه بزاف. رانا فرحانين لاولادنا، يعني اقل قليل دايرين لنا 200 250 وجبه من هكا يوليو ياكلوا وجبه يعني ساخنه ان شاء الله. الان اولادنا يدرسون براحة تامة بدون اكتداد. تدشين 3 متوسطات في انتظار عدة مشاريع ستنجز إن شاء الله قبل الدخول قبل نهاية السنة. حرص يعني مديرية التجارة العمومية على إنشاء مدارس نموذجية، استعمال مواد يعني عصرية جديدة، مع يعني الحرص على نوعية الأشغال. نتائج مخطط المتابعة والمعاينة المستمرة للمنشآت التربوية من قبل السلطات المحلية مكنت من إنجازها في وقت قياسي بجودة ونوعية عالية. كاين تحسن كبير في ظروف مدرسة التلاميذ. اليوم نقدر نقولوا باللي على مستوى ولاية قسنطينة الاكتتاب هذا يسمى نقصنا منه بنسبة كبيرة. شيء جديد أنه في قسنطينة أنه كل المؤسسات أصبحت تنجز في مدة أقصاها سنة، والجهود متواصلة لاستكمال تنفيذ مشروع المخطط التنموي بالولاية استجابة لحاجيات المواطنين.